ولسه عندنا مشكلة جديدة مع الكوميديان وليد أبو المجد بعد الفاصل. طب ما نحطه هنا من الاول عشان ما نكونش كل واحد يجي يخش ويشيل والسلام عليكم. الناس في الدنيا دي طبقات، المرفهون في الارض واللي طالع عين ابوهم في الارض، وانا طبعا من اللي طالع عين ابوهم في الارض. بيتميز المرفهون في الارض بشويه طقوس وعادات منها يعني مثيره للدهشه. لما بيحبوا يتفسحوا بيروحوا فين؟ تبص ليهم بيروحوا مثلا كافيه لاتيه اكسنشي، براك، جراند ستاري، مش عارف ايه. اللي طالع عين ابوهم في الارض لما بيحبوا يتفسحوا بيروحوا فين؟ اي مترو سلالم متحركه، طالعين نازلين طالعين نازلين طالعين نازلين. لا، وتلاقي الاسره كلها رايحه، تلاقي مثلا العيال طالعين على السلالم والحاج قاعد بيصور ام العيال حامل قدام المترو، المترو في الخلفيه واقفه عماله هم دول الناس المرفهون في الارض. تحس كده ان كرات الدم عندهم نظيفه، كرات الدم حمراء نظيفه، احنا ما عندناش كرات دم اصلا مبدئيا. تيجي مثلا يعني قررت من هنا احاول اكون زي المرفهون في الارض، اعمل اي حاجه، فقررت اراقب بنتين منهم. وطبعا انتوا عارفين بنات المرفهون في الارض بيبقى اساميهم ماي وسوفي ورانيا وهانيا ومانيا، واي اسامي في اي حروف حطها جنب بعض تعمل بنت مرفهه. احنا اسامينا بتبقى عامله ازاي؟ اسامي البنات اللي هم رضا وعفاف وتوفيده وتوحيده وتأبيده والحاجات دي كلها. فحبيت اتابع هانيا ومانيا. هانيا كانت داخله، انا براقب من بعيد طبعا، لو شافونا هيطلعوني بره. فهانيا داخله على مانيا وفي ايديها شنطه جديده، قلت لها هاي شفت الشنطه الجديده بتاعتي؟ فمانيا شافت قال لا واو 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 يا بجد بجد تحفه، بجد جبتيها بكام؟ ب 6000 بس. $6000 تمن اوضه نوم، جابت بيهم شنطه. ويا ريته عجب مانيا. مانيا قالت لها ايه ده؟ بس دي مش لايقه على الطقم. قلت لها لا، ما انا هشتريها طقم تاني خالص. هتشتري طقم للشنطه. عارفين يعني ايه هتشتري طقم للشنطه؟ ده معناه انها مثلا لو عندها فيلا او عندها عربيه، العربيه مش لايقه على الفيلا، هتشتري فيلا للعربيه. طب دي لو خلفت واد ما لقش عليها هتقتله؟ ولا توديه ملجأ وتاخد فرق؟ ولا هي غلطانه من الاول؟ ايا كان، بمجرد ان انا قررت ده، قلت يا دي انت هتبقى مرفهون بقى، تعمل ايه؟ البس زيهم. اول حاجه الخطه بدات من هنا، البس زيهم. ورحت واخد بعضي واخد صاحبي واحد اسمه مرفهون، اسمه بيلي. ما هو بيلي مرفه، هيكون اسمه ايه؟ اكيد مش عبده يعني. فخدته ورحت مكان من بتاع المرفهون في الارض اشتري تيشيرت من بتوع المرفهون في الارض. فدخلت المحل لقيت تيشيرت فيه واحد واقف وعامل كده. فالمهم خدت بالكم ان هو ده التيشيرت. فالمهم قلت له حلو قوي التيشيرت ده، ممكن حلو اشتريه بكام؟ قال لي ب 170 جنيه. قلت له ليه ب 170 جنيه؟ تيشيرت ب 170 جنيه ليه؟ قال لي نيو بورن. اقسم بالله ما غلطت فيه ولا الهوا. زي ما انتم شايفين كده. قلت له حضرتك بالراحه بس، وانا ممكن اشتمك واجري والحياه تمام جدا. بالراحه بالراحه. ليه تيشيرت بس؟ قال لي يا كابتن تيشيرت ده نيو بورن. قلت له يا عم يعني ايه نيو بورن؟ مش فاهم. نيو يعني جديد، وبورن خدناها في البتاع، كلمات تدل على المضارع للبتاع، يعني يولد. يكونش يقصد مثلا ان التيشيرت ده اللي بيلبسه بيبقى كانه اتولد من جديد، يعني انا ابقى بني ادم نيو بورن مثلا، يعني انا مش عارف. المهم جربت اشتري التيشيرت، وسبحان الله بركات النيو بورن حلت عليا. انا لبست التيشيرت من هنا وكلموني ناس قالوا لي يا وليد في حفله في بورتو السخنه تعالى وبتاع. بورتو السخنه دي بس معانا في التلفزيون، عمري ما رحتها. فقررت اروح بورتو السخنه، وانا رايح عارف ان انا هلبس هناك والاسعار هناك غاليه جدا وبتاع. فالاتوبيس وقف اول استراحه، فنزلت رحت داخل سوبر ماركت، دورت على اصغر حجم ازازه بيبسي واشتريته، ودورت على اصغر حجم شوكولاتايه واشتريتها، ورحت ماسك رايح للراجل اللي هو بتاع جهاز كشف السعر ده، ورحت مطلع 20 جنيه من جيبي ورقه صحيحه. قلت له خدت بيبسي وشوكولاته. فراح الراجل قلت هيديني، لقيته مديني بقى 2 جنيه، واداني فاتوره. ثانيه واحده.
فاتوره. اي واحد بيبسي عرفه 11 جنيه. ايه بيبسي عرفه اللي ب 11 جنيه؟ هو مبدئيا ايه بيبسي عرفه ده؟ الحاج صاحب الكشك مبدئيا. طب 11 جنيه يعني ايه بيبسي ب 11 جنيه؟ انتوا عارفين انا متضايق ليه؟ عارفين متضايق ليه والله؟ ال 11 جنيه حط عليهم 4 تجيب نص فرخه. هتجيب ازازه بيبسي ب 11 جنيه. فالواد صاحبي اللي هو كان الليدر بتاع الحفله المشروع الليله اللي اعلم بيها ربنا دي، قلت له ياض يا انس البتاع ب 11 جنيه ليه؟ راح ماسك ازازه كده قال لي انتوا مستغربين ان انا معايا الفاتوره؟ انا محتفظ بالازازه في البيت. والله العظيم. فالمهم بقول له يا انس ليه البيبسي ب 11 جنيه؟ قال لي ايه ده انت جبت بيبسي من نضيف؟ لو انا طول الزمن اللي فات ده كنت بشرب بيبسي معفن. ف اخترت مجموعه مرفهون كده في الرحله وبتاع، قلت اروح اكل معاهم مره اجرب عادي، ما انا لابس التيشيرت نيو بورن. فرحت رايح معاهم، دخلنا المحل، فبيسال الواد الاولاني بيقول له حضرتك تطلب ايه؟ قال له انا عايز هات لي كريسبي. سال التاني وانت عايز ايه؟ قال له انا هو مش كريسبي ده شيبسي. ما علينا. فبيسال التاني بيقول له وحضرتك عايز ايه؟ قال له انا عايز برضو كريسبي. فجاء عندي بيقول لي وحضرتك عايز ايه؟ رحت باص للعيال كده قلت له هات لي كريسبي. هات لي كريسبي. الغريب بقى ايه؟ قال لي حضرتك عايزه ايه؟ طب انت ما لقيتش غير اهلي وتساله؟ طب ما انت ما سالتش الجوز ده؟ قال لي حضرتك ما احنا عارفين فحضرتك عايزه؟ قلت له هاتوا جبنه متبله. ما اعرفش، هاتوا صوابع. الكارثه بقى، الكارثه في ايه؟ كان في بنت قاعده معانا مرفهون في الارض، فبقول لها تاكلي ايه؟ قالت له عندك فياجرا؟ مش الفياجرا دي حاجه قليله الادب؟ صح؟ وبنت بتطلبها ليه؟ انا مش فاهم. ايا كان، عرفت بعد كده انها سندوتشات. عملوا الفياجرا سندوتشات يا جدعان. في هذه الاثناء واستمرارا لرحله ان انا عايز ابقى من مرفهون في الارض، ففي صديقه عزيزه مرفهون في الارض كان بتربطني بيها علاقه شغل، مش علاقه وحشه يعني. فالمهم كلمتني، هي مش من القاهره، فبتقول لي يا وليد انا جايه للقاهره، انت فين؟ قلت لها انا في القاهره. هو ايه اللي قالت لي طيب يعني هنتقابل فين؟ انا قلت مش هقابلها فين دي؟ يعني قلت يعني خد على قهوه بعرف وسط البلد. الشاي هناك الشاي هناك ب 2 جنيه والحياه لطيفه، وهي لو طلبت موز باللبن تبقى تحاسب. ده بتاعها بقى. فانا قررت ان انا اخدها امري لله على قهوه البورصه، الشاي ب 3 جنيه وبتاع. عادي الشاي ب 3 جنيه دي سهله وكل حاجه، انا عارفين الناس اللي هي بتقول له هطلب بس، يعني توت كده وهاكل، وهطلب عشان هاكل. بس فرحت قررت ان انا اخدها على قهوه وسط البلد، ففجاه لقيتها بتكلمني في التليفون يا وليد انا هيثم جه خدني بالعربيه ومستنيينك في الفور سيزون. الفور سيزون كل علاقتي بيه اغنيه بلاك تيما بتاعت شيراتون جراند سيزون جراند حياه، والله كل علاقتي بيه. فبعدين بيقولوا لي قلت لهم معلش يعني تعالوا نقول اسمها هانيا بس زي اسم مرفهون عشان مش عايز اقول اسمها الحقيقي. فبتقول لي احنا مسافه. طب الفور سيزون ده فين اصلا مبدئيا فين؟ فبسال واحد صاحبي بقول له ولا ما تعرفش الفور سيزون فين؟ قال لي ليه هم طالبين عمال؟ يا طالبين عمال ايه؟ انا عندي ميعاد هناك. يا وليد ما تعركش يا وليد بقى. والله اقول لي طيب عشان الحق اعمل فيش بس واقدم. يا دو والله انا غلطان، انا بسالك انت ليه اصلا؟ رحت ممشيه وبتاع، فرحت سائل الناس تانية يا جماعه الفرصه. فهيثم كلمني قال لي ايوه وليد انت فين؟ قلت له انا جاي اهو، انا في الطريق، انت فين؟ قال لي انت فين؟ قلت له انا في التحرير دلوقتي، انا في عبد المنعم رياض. قال لي خلاص في عبد المنعم ده انت جنبنا. قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي خد اي تاكسي وتعالى. يعني لو انا معايا اخد تاكسي بالبساطه دي يعني كنت هبقى محتاج اعرف الفورسيزون فين اصلا مبدئيا. وبعدين هو بيعمل التاكسي بقله ادب كده ليه؟ احترم التاكسي شويه. التاكسي ده وسيله ترفيه بالنسبه اللي طالعين ابوهم في الارض. يعني ساعات انا اعرف ناس
التاكسي ده يعني بعد ما بيروحوا يركبوا المترو ابوهم مثلا يقول لهم يلا يا اولاد هنروح نركب تاكسي الخميس الجاي، يلا ان شاء الله اركبكم تاكسي كلكم، يلا ايه نركب التاكسي نركب التاكسي. المهم رحت واخد مكلم واحد صاحبي وبتاع، رحت خليته يروح يجيب لي التيشيرت نيو بورن من البيت، ورحت لابس تيشيرت نيو بورن وطالع على الفور سيزون. انا كل اللي شاغل بالي البتاع ده بيتدخل ازاي؟ يعني تذكرته بكام؟ يعني فالمهم ركبت العربيه ونزلت قدامه، والله العظيم خايف اخش من الجهاز يتذمر كائن غريب دخل الفور سيزون. فالمهم قررت ان انا ادخل ودخلت، فبعدين كلمت هيثم قلت له هيثم انا في الفور سيزون اعمل ايه؟ قال لي خلاص اوريك تخش بقى هتلاقي اللوبي ومش هو مش اللوبي ده الصهيوني. ايه اللوبي ده؟ قال لي تنزل تلاقي اللوبي وبتاع هتلاقي كافيه الكونشومفيرو تخش تلاقينا جوه. فانا دخلت اللوبي والعياذ بالله، فبعدين بسال يا جماعه فين كافيه كاشتنفينو كافيه فين كافيه يا عم تخلص فين كافيه اللي هنا؟ قال لي كافيه كذا، قلت له في غيره؟ قال لي قلت له هتدعي عليا مفيش غيره يخلص. قال لي كافيه، قلت له خلاص روح انت. رحت داخل لقيت هيثم وهاني قاعدين بسم الله ما شاء الله قاعدين يلا ربنا يوعدكم. فالمهم دخلت فقعدت، فجأة لقيت واحد محترم جدا جاي من بعيد، انت قايم استاذي ازي حضرتك؟ والد هيثم كان نفسي اشوفك من زمان، ازي حضرتك يا فندم عامل ايه؟ قال لي فجأة لقيت هيثم بقول له شوف وليد يطلب ايه. طلع الجرسون. يا جماعه لما الجرسون بالنظافه دي امال والد هيثم نضيف ازاي؟ انا قعدت اتخيل والد هيثم ده لابس ايه؟ هتلاقيه بقى نيو بورن من فوق، نيو بورن من تحت، كل نيو بورن، الراجل نيو بورن. فالمهم رحت قعدنا وبتاع، فبعدين بيقول لي تطلب ايه؟ قلت له والله مش عارف يعني عمال انا افكر بقى الحاجه الساعه هنا بكام؟ الشاي بكام؟ لما هو ب 3 جنيه في البورصه يبقى هنا بكام؟ فرحت قال له والله مش عارف هات لي بيبسي صاروخ، هاتها صاروخ كبيره بقى فور سيزون وبتاع. الراجل جاب لي ايه؟ مش هو يا ازاز يا كنز، صح؟ الراجل ده جاب لي ازاز وكنز وتلج ومناديل وميه، جاب حاجات كتير جدا، كان ناقص يجيب حد يشربني البيبسي اصلا. فبعدين فجاه لقيت هانيه بتقول طيب نقوم ناخد حاجه حلوه. قلت لها فين؟ في نفس المكان؟ خلاص ناخد حلوه فين يعني؟ في نفس المطعم ده ولا الليله اللي احنا فيها دي؟ قلت لي حلوه. قلت لها خلاص اوكي يلا. تروح معاها الزرقاء دي. فرحنا، راح هيثم واقف انا بحب الكارتشريري جدا بجد 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 باكلها على طول. فهانيه بتقول انا بحب الكوفاتو دي جدا باكلها دايما. هما الاثنين في نفس واحد. وانت بتحب ايه يا وليد؟ انا قلت لهم انا بحب دي، بحب دي جدا.